انا لسه عندك عامل تقشير وتنظيف بشره والمشكله رجعت لي تاني. طب ايه الفكره بقى؟ فنبدا نفهم البشره، نبدا نفهم تركيب البشره اصلا، محتويات بتاعتها، المنتجات الصحيه والروتين الصحي للبشره عشان تبقى فاهم. يعني ايه الخطوات بتاعت الروتين؟ في لخبطه كتيره جدا، وناس تقول لك استخدم مش عارف المنتج الفلاني، الناس تقول لك استخدم المنتج الفلاني. طب هل انا استخدم مثلا التنظيف ولا التقشير، ولا هستخدم مثلا التونر؟ وايه الفرق بين الحاجات دي اصلا؟ وماء ميسلر مثلا، ميسلر ووتر ده ايه الفرق ما بينه وما بين المنظف او الكلينزر؟ فعايزين نفهم الحاجات دي بشكل مفصل علمي، وفي نفس الوقت عربي وسهل وبسيط، بحيث ان انا لو انا مش عندي باك جراوند، هو انت مش شرط ان انت اللي اشتغل في المجال يبقى عنده باك جراوند طبي. فبالتالي انت لو عندك باك جراوند طبيه هتلاقي اللي انت عايزه، اللي هو العلم القوي التقيل اللي انت عايزه. وفي نفس الوقت لو انت مش مجال طبي هتعرف تفهم كويس برضو. ليه؟ لان انت هتلاقي الكلام ايه؟ بشكل سلس وسهل، اسلوب عرض سهل. فحتى لو الكلام مجعلص هتلاقيه سهل بالنسبه لك، فتبقى انت من جوه بقيت عندك اساس قوي. لان انت مشكلتك ايه بقى؟ اما يجي لك الزبون انت بتعرف تشتغل بايدك، بس لو سألك سؤال هتعطل.